الكريسينا او البقسماط تقدري تعمليها او تقدر تعملها في البيت بكل سهولة للاولاد يفطروا بيها. انا الشيف محمود بعمل لكم اكلات ووصفات سهلة وبسيطة تقدر تعملها او تقدري تعمليها بكل سهولة في البيت. النهاردة عملنا الكريسينا حاجة تحفة، قرمشة والحرمشة بتاعتها بالسمسم، حاجة في قمة الروعة، تحفة بجد. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو واضح ليكم. 300 جرام من الدقيق متعدد الاستخدام، 20 جرام من السكر، 4 جرام من الخميرة، 3 جرام من الملح، 60 جرام زيت، 140 جرام من المية. هنخلط المكونات دي كلها مع بعضها ونعجنها عجنه كويسه، وما يكونش فيها تكتلات او اي حاجه لحد العجينه ما تبقى معانا كده ايه حته واحده. وعندنا 100 جرام من السمسم ل 50 جرام براحتك يعني، وهحطهم في ميه لمده نص ساعه وابلهم واسيبهم في الميه وبعدين اصفيهم وبعدين احطهم في صاج كده. وزي ما انتم شايفين كده رول العجينه كده واحطها في السمسم وارصها بقى كلها كده ايه زي ما انتم هتشوفوا كده. ويكون عندي فرن مسخن مسبقا من 180 ل 200 لمده تلت ساعه ان شاء الله. احط الكريسينا ل 25 دقيقه مع الشيف محمود ان شاء الله. النهارده هنعمل لكم بقسماط وطريقه سهله ومش هتاخد وقت معاكم. اعملوها وقولوا رايكم. البقسماط بكل سهوله في البيت.